لو انت بتستخدم في العادي 10% من مخك زي ما بيقولوا، انت النهارده بتستخدم 20. فكل واحد جواه قوه روحيه لما بيحتاجها بتطلع. هي دي. برين، ماذا سنفعل الليلة؟ سنفعل ما نفعله كل ليلة يا بنكي، نحاول السيطرة على العالم. ينسون، انا عايز اليانسون بصراحه. السلام والرحمه، يا رب صبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا، عشان النهارده هنتكلم عن السر، سر تعلم اي شيء في الدنيا. عارف انت لما تبقى عايز تتعلم اي حاجه، انا هقول لك ازاي تتعلم اي حاجه. اي حاجه. الكتاب بيقول لك تتعلم الانجليزيه في 3 دقائق وتعلم المعرفش ايه في معرفش ايه. انا بقول لك اعلمك اي حاجه، هم ال10 دقايق بتوع الفيديو دول واتعلم اي حاجه. احدكم بيسالني دلوقتي هل هي قلب القناه تعليميه؟ بصراحه انا ارى، واعوذ بالله من كلمه ارى، اني شخص اتعلمت حاجات كتير بسرعه في فتره معينه من حياتي، وده كان بعد ما ادركت ان التعلم مش بالصعوبه اللي كنا متخيلينها طول حياتنا. وعشان كده قررت ان اجي اوديكم السر. هو مش سر قوي بصراحه، هو الموضوع ابسط من كده بكتير، ولكن لان ناس كتير ما تعرفوش فاحنا بنعتبره السر. او برضو عشان انا عايز احط كليك بيت في العنوان، يعني السر. لا معلش ما تقفلش دلوقتي، بس يعني انا عارف بقت سخيفه، بس انا اسف، خليك معايا بس، اشتري مني للاخر وبعدين ايه قول اللي انت عايزه. ازاي تقدر تتعلم اي شيء؟ في عده طرق، اولهم واساسهم هو التحليل العملي. والتحليل العملي هو سيد المناهج بالنسبه لي بصراحه. ببساطه عايز اخش في اي مجال، باخد تجربه ناجحه بتاعت شخص دخل المجال ده قبل كده، وابدا اراقب تصرفاته، اراجع الخطوات اللي هو اخدها. لما اخش اي كلاش افكر هو كان هيفكر هنا ازاي. بترتب كل الكلام ده وبتخش وبتعيش، وغالبا بتنجح وربنا بيكرم. وده انا عملته قبل كده في المزيكا مثلا. لما بدات ان انا اتعلم كنت بشوف الناس الجامده بتعمل ايه، وابدا يعني احلل هو فكر في اللاين ده ازاي، فاهم؟ هو مشي على المزيكا بدا امتى وقفل امتى. مش بقول لك يعني تروح تتعلم مزيكا دلوقتي، بس انا بقول لك الطريقه، اللي هو ان انت هات بروجرامر مثلا، فاهم؟ هو كتب المعادله، طب هو ليه كتب هنا كذا وليه كتب هنا كذا، تبدا تشوف تدور تسيرش تساله لو عندك المساحه لده، فاهم؟ دي احسن طريقه تعليم انا اراها في الدنيا بصراحه. وحتى هي معروفه في مجال الفني برضو شويه، تحديدا في حته الاخراج، اللي هو دايما بقى فيه مساعد مخرج. مساعد مخرج ده بيبقى مخرج في يوم من الايام، فهو بيشتغل الشغلانه دي عشان يتعلم من المخرج. نفس الكونسبت في مجال التجاره، ان انت تبقى صبي وبعد كده تبقى تاجر، فاهم؟ انت بتشوف وبتعمل، انت بتجرب وانت في حته اقل عشان توصل للحته الافضل. الطريقه الثانيه عشان تتعلم اي حاجه هي اسال يوتيوب، اسال جوجل، والله هتلاقي ردود حلوه جدا. يعني دايما بيجيلي على الرسائل من ساعه برضو موضوع المزيكا، وانا بيجيلي فكره اللي هو طب انا ازاي اتعلم دي، طب انا ازاي اعمل دي. اتذكر مره كان حد بيقول لي ازاي اتعلم ميوزك برودكشن. انا قلت له خد الجمله اللي انت كتبتها لي دي كوبي اهو، من غير ما تغير فيها حرف، كوبي كده، روح بيها يوتيوب، هتلاقي 40,000 فيديو كلهم حلوين وكلهم بيفهموك ازاي تتعلم اللي انت عايز تتعلمه ده، فاهم قصدي؟ والله يا جماعه انا في يوم دخلت على يوتيوب كتبت ازاي تخلي العيش الفينو ما ينشفش لما تحطه في الفرن، والله لقيت الحل. حد قال لك ترش عليه شويه ميه من فوق وخلاص اتحلت. اللي هو انت فاهم الحلول موجوده لحد فين؟ من الابره للصاروخ حرفيا. زي ما انت فكرت في السؤال، ففي 100 مليون كرييتر على يوتيوب، معرفش في كام يعني، بس بهربد رقم يعني. اكيد في واحد فيهم فكر في اللي انت بتساله ده. دي خبرات مجتمعيه، اكيد هو فكر، اكيد عدت على دماغ بني ادم تاني قبلك. وجوجل مليان، فاهم؟ هتلاقي انسان فكر في اللي انت فكرت فيه. روح بقى وشوف هو قال ايه عن الموضوع ده، وهيدي لك شويه خبره، ممكن تبقى مش خبره كامله ولكنها خبره تكفيك ان انت تبدا تاخد خطوه. على نفس السياق الطريقه الثالثه، واللي هي برضو معتمده على فكره ان يوتيوب ممكن يكون خبره مش كامله، ولكن ممكن تلاقي حد تاني بيقدم خبره كامله، زي الكورسات اللي موجوده على النت، اللي بيكون فيها تجارب عمليه اكتر، اللي بيكون الشخص اللي بيعملها المفروض انه بروفيشنال اكتر. هو مش مجرد انسان طلع شارك خبرته وخلاص، لا هو خلق لها نظام وخلق لها فكره وبدا انه يرتبها، وعشان كده هو بياخد مقابل مادي، لان هو بيشتغل عليها اكتر من اليوتيوبر. يعني في النهايه انا كتبت الحلقه دي في نص ساعه، ده عشان انا جامد، اي حد تاني يكتبها في ساعتين. عشان تعمل كورس بقى بتعلم فيه حاجه، انت غالبا بتشتغل ساعات اكتر بكتير على الكورس ده، فانت بتضيع وقت، فانت محتاج فلوس مقابل ده، لان انت اشتغلت، فاهم؟ فمقابل ده هو بيدي لك خبرته، هو بيدي لك الخبره بتاعته مقابل شويه فلوس. الموضوع بيكون مكلف اكتر ولكنه بيكون فعال في اغلب الاوقات. ففي طريقه الكورسات الاونلاين، وفي طريقه الكورسات في اماكن الكورسات، اللي هو مثلا اروح اخد كورس فوتوشوب في مكان مثلا، او اروح اخد معرفش ايه في مكان، فاهم؟ وده برضو طريقه ممكن تكون فعاله للبعض، وفيها ميزه رهيبه مش موجوده في اي حاجه من الطرق اللي فاتت، واللي هي المتابعه. لان الحاجات التانية اغلبها مبنيه على ان انت بتشوف الفيديوهات بتقدر تتعلم منها وبدماغك بقى تنطلق. لكن في مكان كورسات او في مكان تعليمي عامه، انت بيكون عندك حته المتابعه دي، واللي هي من
من افضل الطرق، لانك احيانا بتكسل، احيانا دماغك بتسوحك في النص، انت بتحتاج حد يقول لك لا انت مطلوب منك تخلص كذا النهارده، مطلوب منك تاسك النهارده، مطلوب منك تعمل كذا. فده بيحافظ على تركيزك بشكل اكبر. برضو لو انت ما عندكش حته التركيز دي قوي، انطلق في السكه بتاعه الكورسات في الاماكن والجو ده. سامعك وانت بتسأل ليه اعمل سبسكرايب. ما هو كده كده الحلقات بتوصلني لحد عندي اول ما بتنزل ومن غير سبسكرايب. بص، انت هتعمل سبسكرايب لحاجتين. اولا امان، لان احيانا الفيديو ممكن ما يوصلكش. والسبب التاني عشاني لما بيكون عندي سبسكرايبرز اكتر، اليوتيوب بيعمل لي معاملة علية القوم، بيوقفني في اول السيرش من فوق، بيقترحني على كل فيور معدي، بيبعت دروع مدهونه ذهبي وفضي كنوع من العنطزه الفارغه. ففكره انك ما تعملش سبسكرايب ممكن تخسرني كل الحاجات دي وانت ما ترضاهاليش. كمل الفيديو. طيب انا كنت خدت فتره طويله من حياتي كنت مهووس بالكورسات والحاجات دي ومعرفش ايه، ولكن بعد شويه العظمه تقلت، فاهم؟ بقيت بزهق بسرعه قوي من الفيديوهات، ما بقاش في طاقه كده للحمل بقى، فاهم؟ تقعد تتفرج على فيديوهات تعليميه وبتاع. بقيت بزهق بصراحه. وده وداني للطريقه الرابعه اللي بقيت بستخدمها مؤخرا، وهي طريقه ارمي ابنك في البحر وسيبه يضبش. الموضوع ببساطه ان انا جالي شغلانه في مجال انا اصلا ما عنديش خبره كبيره فيه. انا راجل كنت مثلا بشتغل مونتير، اوكي؟ فجالي شغلانه مرتبطه بالافتر افكت، وهي حاجه اعلى من المونتاج شويه، والبرنامج معقد اكتر شويتين، تمام؟ فانا ما عنديش خبره في ده. ساعتها قلت خلاص انا موافق، قدامي اسبوع اسلم الشغلانه. انا هتعلم دلوقتي، مش هتعلم الكورس كله، لا، انا هتعلم الطريقه اللي انا اخلص بيها الشغلانه اللي انا محتاجها النهارده، واللي هي غالبا بتكون بتستخدم فيها على الاقل 30-40% من الحاجات اللي جوه البرنامج. فانت على الاقل كسرت خطوه البدايه، اللي هو اسوأ خطوه واصعب خطوه في اي وقت، اللي هو انا هبدا بقى واعمل وبتاع. لا، انت دخلت حطيت نفسك قدام امر واقع، دلوقتي انت بتضبش، ولو ما مسكتش هتغرق، الشغلانه هتروح والفلوس هتروح. فلازم باقصى قوتك تروح بتضبش، تخش برنامج. وفي ليها نظريتين برضو، يا اما تخش يوتيوب تتعلم بقى الحاجات اللي هتساعدك في اللي انت بتعمله، وده احيانا كنت بعمله. ولو انت لغتك كويسه، انت اصلا في كتالوج لكل برنامج، فاهم؟ يعني افتكر كان في حد كان عامل توتوريال لحاجه ما كانش ليها توتوريالز خالص ساعتها، فكان بيتكلم ان هو طب انت اتعلمتها ازاي ومفيش توتوريالز؟ قال لك كنت بخش اشوف الزراير بقى، فاهم؟ هو كان شخص درس بره وبتاع، فكان بيشوف الزراير بتعمل ايه، بيخش على الكتالوج حرفيا بتاع البرنامج، يشوف كل زرار ويجرب كل زرار بيعمل ايه لحد ما فهم البرنامج بيعمل ايه. ودي طريقه برضو اقرب للعلماء. عارف انت العلماء دايما بيبقوا عندهم الحته دي، اللي هو ان انت بتشوف المكنه قدامك اهو، طب كل حاجه بتعمل ايه، تعال نجرب ونفكفك ونفكها 1000 قطعه بعدين نركبها تاني. ساعتها انت اتعلمت كل حاجه. الميزه في الحته دي ان انت فعلا بتكون عامل زي الطفل اللي بيغرق. لو انت بتستخدم في العادي 10% من مخك زي ما بيقولوا، انت النهارده بتستخدم 20 بالميت يعني. فكل واحد جواه قوه روحيه لما بيحتاجها بتطلع، هي دي. فارمي نفسك في البحر هي طريقه انا اراها مثاليه، وفيها ميزه مش موجوده في اي طريقه تعليم تاني، انها اسرع. ان انت في اللحظه دي بتكريت طريقه ممكن تكون مختلفه عن اي طريقه تعليم، ممكن تكون مش مثاليه بالنسبه لك. يعني انت ممكن في الكورس تروح تلاقي طريقه وما تفهمش منها، تشوف يوتيوب، تروح تشوف جوجل تلاقي طرق برضو كلها اللي هو مش مقتنع قوي، ما اشتريتش قوي، ما فهمتش قوي، فاهم؟ لكن وانت غرقان انت فاهم بتضبش، بتجيب اخرك، بتطلع طريقه ممكن تبقى طريقه جديده جدا، كرييتيف جدا، وسريعه جدا، ومناسبه ليك. فانا بحب الطريقه دي مؤخرا بصراحه، ولكن هي عيبها بس انها عامله زي مذاكره ليله الامتحان كده، عارفها؟ اللي هو اللي انا ما ذاكرتش طول السنه وجيت في ليله الامتحان بقى بفتح ارص المنهج كله كده، اللي هو بقى. فهي على قد ما هي حلوه على قد ما هي ما بتبقاش كامله. فانت لازم تخلصها، يعني تخلص التجربه. زي ما قلت لك ان انا دخلت شغلانه فطلعت منها معايا 30% من البرنامج، طلعت منهم حاجه كرييتيف جدا، اخدت بقى ال 30% دول وقعدت اذاكر بقيه ال 100%، فطلعت معايا حته كرييتيف بتاعتي ومعايا برضو العلم الكل اخده، فاهم؟ فدي برضو نظريه مهمه. عارفين بقى النظريه دي انا استفدت منها في حته غريبه جدا لن يتوقعها احد، او ممكن عادي يتوقعها احد، مش حوار يعني. في الصلاه، لان انا دايما كنت بتوه في الصلاه. لما ببقى قاعد في البيت بصلي لوحدي ببقى بتوه، تشتت الافكار، الكروته اللي بنكروتها احيانا في الصلاه. فكنت عايز اتخلص من ده ومش عارف، لحد ما قررت ان انا اروح اصلي جماعه. فكره ان انا بصلي ورا حد هو غالبا
هيبقى ابطا، ايقاعه ابطا، لان هو بيحاول يخلي كل الناس اللي وراه قادره تلحق تعمل الخطوات بشكل مريح. فغالبا انا لما ببدا بالطريقه التقليديه بتاعتي اللي هو انا بتكلم بسرعه اكتر من اللازم او كده، يبقى عندي وقت فاضي، عارف انت اللي هو بعد ما خلصت انت الفتحه والصوره الصغيره وانت واقف مستني اما هو يركع، فاهم؟ ففي اللحظه دي ادركت ان انا محتاج بعد كده ان انا اماتش اللي هو بيعمله، فبقيت ببطئ ايقاعي شويه، فبقيت بركز في الايات. الفكره كلها ان انا حطيت نفسي قدام امر واقع، ان انا بدل ما كنت بصلي في 3 دقائق في البيت انا بصلي في 10 دقائق في المسجد. فاللي هو انا دلوقتي في وقت وكده كده هيحصل، هم 10 دقايق هم 10 دقايق، فحطيت نفسي قدام امر واقع، بدات اتكيف معاه، فبقيت بقول ابطا وبركز في كل ايه ومعناها ايه، بقيت بدعي اكتر. ففجاه لقيت ان التوهان ده قل جدا، ودي كانت طريقه علاج اكتر ما هي طريقه تعليم، فاهم قصدي؟ فدي برضو حاجه حسيت انها ممكن تكون ليها علاقه بالموضوع يعني. فبس دي نظريات التعليم الخاصه بتاعتي التي انفذ بها جامعه كامبريدج وجامعه هم ايه الجامعات المشهوره، الجامعات اللي هي الحلوه بتاعتهم دي. ولو لقيت عندهم حاجه احلى اشتري من بره، لا مؤاخذه يعني. احنا مش ناقصنا فلوس ولا ناقصنا نجاح ولا ناقصنا حاجه، احنا بفضل الله واكلين الدنيا يعني. بس ده الحوار ودي الحكايه. وخلاصه اليوم في حكمه بسيطه جدا: لكل شيخ طريقه. الهدف مش انك تلاقي الطريقه، الهدف انك تعرف في يوم تبقى شيخ. مش قصدي يعني شيخ مش لازم تبقى شيخ، يعني تتعلم اي حاجه يعني، عايز توصل للبيك بتاعها، كل واحد وليه طريقه، فانت دور على الطريقه الايه المناسبه ليك عشان تبقى نجم في يوم من الايام. دوت، اتحرك، قوم، ارمي نفسك في البحر. كل الكلام الجميل ده انا بقوله لك ليه؟ مش عشان بتاع تنميه بشريه ولا الكلام الاهبل ده، عشان انا كنت مكانك، كنت واقف في نفس الحته ومستني يا بقى لما الدنيا، فاهم، لما التعليم ده يجي بقى، لما تجيلي فرصه اخد الكورس وان شاء الله هظبط الاداء. يعني انت عارف علشان اعمل البرنامج ده استنيت 2 مثلا، في الاخر صورته في اسبوع، كان اسبوع فرهضه، بس انا حطيت نفسي قدام الامر الواقع: انت دلوقتي يا تعمل ده يا اما هتبقى ولا حاجه. يعني مش تعليميه برضه قوي على قد ما فكره ان انت بقيت ازاي تعمل اي حاجه في اي حته، يعني اللي هو ابدا ستارت، طرق المتاحه حتى لو هي مش الطرق المثاليه، وربك بيكرم يعني، الحمد لله يعني. ولو قلت حاجه نفعتك يبقى الثواب ليا، ولو قلت حاجه ضايقتك سامحني ويبقى الثواب ليك، وفي الاخر جماعه ودايره والكل مستفيد. سلام.